السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم كما قريتوا اللوتا باش يكون على صدارة المجموعة، على شكون باش يتصدر المجموعة وشكون باش يكمل في المركز الأول في المجموعة الأولى. وقبل ما تبدا تتفرج في الفيديو متنساش اللايك، خلينا نوصلوا 500 لايك الفيديو هذا، والابوني اكيد خلينا نوصلوا فيسا ل 10000 مشترك. باش نحكيو على ثلاثة فرق: النادي الافريقي، الملعب التونسي، والنجم الرياضي الساحلي. هذوما هما الفرق اللي ينافسوا على المركز الاول. بدرجة اقل الاولمبي البيجي ينافس على مركز مؤهل للبلاي اوف. هذا ترتيب المجموعة: النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي موجودين في المركز الاول ب 18 نقطة، وراهم الملعب التونسي في المركز الثالث ب 17 نقطة، وفي المركز الرابع الاولمبي البيجي ب 13 نقطة. باش ناخذوا ثلاثة نقاط باش نحصروا فيهم شكون باش يترشح في المركز الاول في المجموعة الأولى. النقطة الأولى هي عدد المباريات المتبقية لكل فريق في البطولة. النقطة الثانية هي عدد المباريات المتبقية لكل فريق في مرحلة المجموعات. النقطة الثالثة هي المواجهات المباشرة بين الثلاثة فرق هذوما. باش نبداو بالنقطة الأولى اللي هي عدد المباريات اللي ما زالت كل فريق. نبداو بالفريق الأول النادي الأفريقي، 4 مباريات: ليتوال في رادس، الملعب التونسي في باردو، يلعب السليمان في رادس، والأولمبي البيجي. نجم الرياضي الساحلي 3 مباريات: الأفريقي في رادس، الملعب التونسي في سوسة، وفي الجولة الأخيرة باش يمشي يلعب السليمان في سليمان. الملعب التونسي مازالوا 3 مباريات كيما ليتوال، يمشي القفصة في قفصة لحد هذا، من بعد يجي النادي الافريقي الباردو ويطلع لسوسة في الجوله قبل الاخيره. باقي نمشيو تو نحكيو على حال الفرق حاليا، يعني 3 فرق توا قاعدين يعيشوا في فتره من احسن الفترات نتاعهم هذا الموسم. الملعب التونسي اخر 6 مباريات خسر مباراه واحده، اخر 3 مباريات فاز فيهم الكل. النادي الافريقي اخر 7 مباريات ما خسر ولا مباراه، 5 انتصارات متتاليه و2 تعادلات. وليتوال من احسن الدفاعات اللي موجودين في البطوله وفي المجموعه، واخر 11 مباراه ما يخسر. ورغم انه مستوى ليتوال مذبذب بشويه الفتره الاخيره مانيش نراو فيه قاعد يخسر. النقطه الثانيه واللي هي عدد المباريات اللي مازالوا الكل فريق سواء في البطوله ولا في البطولات الاخرى. نحكي لهنا على البطولات الافريقيه، وباش نحكي على النادي الافريقي وليتوال. النادي الافريقي باش يلعب 3 مباريات في كاس الكاف، يلعب للنجم الرياضي الساحلي في البطوله التونسيه، ويلعب مباراه اخرى في كاس الكاف، ومن بعد يلعب للملعب التونسي. نفس الشيء النجم الرياضي الساحلي باش يلعب 3 مباريات في الشامبيونز ليج، بعد يلعب النادي الافريقي مباراه اخرى ضد الهلال في السودان، ويلعب للملعب التونسي. يعني النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي باش يلعبوا 6 مباريات في ظرف اشهر. بالطبيعه الشيء هذا في صالح الملعب التونسي، باش يلعب مباراه قفصه نهار الاحد وباش يرتاح ويقعد يستنى في النادي الافريقي يلعب 5 مباريات ويجي، ويستنى النجم الرياضي الساحلي يلعب 5 مباريات ويمشي له. يعني النقطه هذه في صالح الملعب التونسي باعتبار انه باش يكون مرتاح، والنجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي باش يكون عندهم صفر ومباريات صعيبه في الكاف وفي الشامبيونز ليج. صحيح مجموعه الافريقي اسهل شويه من ليتوال في دوري ابطال افريقيا، لكن باش تقعد فما تعب للزوز فرق. بالنسبه لي انا رايت اسم البلاد اهم حاجه واهم 1000 مره من المباريات في البطوله التونسيه. يعني بالنسبه للنادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي امشيوا ارفعوا راس البلاد في البطولات الافريقيه. مبارياتكم على الملعب التونسي معناها عاديه، كانوا مباراه عاديه. المهم البطولات الافريقيه، المواجهات المباشره تبارك الله موجوده برشا. النادي الافريقي باش يواجه ليتوال والبقلاوه، البقلاوه باش يواجه ليتوال والافريقي، والنجم الرياضي الساحلي باش يواجه الملعب التونسي والنادي الافريقي. يعني ما شاء الله كله ضد بعضه باش يتحسم اكيد المركز الاول في المواجهات المباشره. بالنسبه لي انا مازلت ما عنديش فكره واضحه على الترتيب، لكن نتصور النادي الافريقي باش يكون في المركز الاول، النجم الرياضي الساحلي في المركز الثاني، والملعب التونسي في المركز الثالث. نتصور النادي الافريقي عنده اكثر مباريات في البطوله، مبارياته في كاس الكاف اسهل من النجم الرياضي الساحلي، والملعب التونسي عنده مباريات صعيبه، يعني باش يلعب بالقفصه والافريقي وليتوال في سوسه. يعني الملعب التونسي كيما نجم يجيب 7 نقاط في المباريات هذه، كيما نجم يجيب 6، كيما نجم يجيب 2، وكيما نجم يجيب 9 نقاط. لكن نتصور مواجهات صعاب. نتوقع الملعب التونسي نجم يكمل حتى في المركز الثاني، لكن المركز الاول راه صعيب برشا باعتبار انه النادي الافريقي عنده 4 مباريات واسهل نوعا ما من مباريات الملعب التونسي. بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي لازم يفوز في مبارياته الكل باش يتصدر المجموعه هذه، ونتصور الحقيقه صعيب برشا في ظل الظروف اللي كنت نحكي لكم فيها، انه باش يلعب 4 مباريات في دوري ابطال افريقيا و3 مباريات في البطوله التونسيه في ظرف شهر. بالنسبه لي هذا الترتيب اللي باش تكمل به المجموعه هذه: الافريقي في صداره، ليتوال في المركز الثاني، والملعب التونسي في المركز الثالث. حسب رايكم كيفاش باش تكمل صداره المجموعه هذه؟ وخليونا رايكم في كومنتير.